السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض كيكة اقتصادية 100%. البيض بقى غالي دلوقتي وهنعملها من غير حليب ومن غير بيض. معقول الكيكة الجميلة دي الهشة الخفيفة التحفة ديت من غير بيض؟ اه والله يا جماعة من غير بيض ومن غير حليب كمان. وعايزة اقول لكم ان كل اللي هيدوق الكيكة دي عندكم مش هيصدق ابدا ان هي ما فيهاش بيض ولا فيها حليب. طريقتها سهلة وبسيطة ومقدرة على قد الإيد. أي حد يقدر يجربها وإن شاء الله هتنجح معاكم من أول مرة. المقادير ناجحة ومظبوطة 100%. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير هنعملها ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لو انتوا بتشوفوا قناتي لأول مرة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني إشعار بكل فيديو أنا بنزله. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير هنعمله ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نحضرها مع بعض هي الصينيه. قبل ما نبدا في تحضير الكيك معايا صينيه دهنتها كويس جدا بالزيت وغلفتها كده بالدقيق زي ما احنا شايفين. الصينيه ديت مقاس 20 واي صينيه موجوده عندكم تقدروا اللي انتوا تعملوا فيها. طبعا الصينيه دي بتاعت التورت مش لازم ابدا نفس الصينيه زي ما قلت لكم اللي موجوده عندكم. انا السنه اللي فاتت كنت عملتها معاكم في صينيه الانجليش كيك، فالصينيه الموجوده عندكم ابتدوا ان انتوا تعملوا فيها الكيكه. تاني حاجة نحضرها وهي المقادير الجافة. معايا هنا كوبايتين من الدقيق يعني 250 جرام. ده دقيق لجميع الأغراض أي نوع طبعا انتوا حابينه، ممكن تستخدموا الدقيق المخصص للكيك. لازم ننخله كويس جدا، يعني انخلوه مرتين تلاتة. كل ما بتنخلوا الدقيق كل ما الكيكة بتطلع معاكوا هشة وخفيفة وما تكونش كده معاكوا مكتومة. ضفت طبعا بقى رشة من الملح. بعد كده معايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر يعني 16 جرام. انا هنا استخدمت بيكنج باودر كيك شيف بيكون وزنه 23 جرام، شلت منه معلقة صغيرة وحطيت باقي الكيس. بلاش تستخدموا بيكنج باودر تاج الملوك او كوكس، هيغمق معاكم الكيك. كيك شيف بيخلي الكيكة من جوه لونها فاتح وحلوة جدا. او ممكن تستخدموا بيكنج باودر برضو من دريم. الكيس ده بيكون 16 جرام، هتحطوه كله. هما النوعين دولت اللي انا استخدمتهم حلوين جدا جدا، بيفتحوا كده الكيكه ومش بيغمقوها. قلبت بقى المقادير الجافه كده مع بعضها وهي جاهزه معايا. ودلوقتي هنحضر المقادير السايله سهله وبسيطه جدا. معايا هنا خلاط وهضيف عليه كوبايه من السكر حبيبات يعني 200 جرام. ولازم نوحد الكوبايه في كل المقادير اللي احنا هنستخدمها. الكوبايه دي حجمها 200 مللي. هضيف عليهم نص كوبايه من الزيت النباتي يعني 100 مللي. ويا ريت الزيت تكون نوعيه كويسه عشان طبعا ده هيأثر على طعم الكيك. ومعلقة صغيرة من الخل، ما تكتروش الخل عن كده، الخل بيدي هشاشة حلوة قوي للكيك. بعد كده حضرت كوباية من عصير البرتقال المركز يعني 200 مللي. جبت البرتقال غسلته وقشرته وبعد كده قطعته قطع صغيرة وضربته في الخلاط. بعد كده صفيته من غير ما نضيف واحنا بنضربه في الخلاط اي مية. بعد كده خدت معلقة كبيرة من بشر البرتقال. قبل ما تقشروا بقى كده البرتقال ابشروها وخدوا البشر بتاع البرتقال الطبقة اللي هي الصفرة بس، بلاش ان انتوا تاخدوا الطبقة البيضة علشان دي هتمرر معاكوا الكيك. هاخد بقى كل الكلام ده واضربه في الخلاط كويس جدا لحد ما اللون يفتح والسكر يدوب. لازم ندوب السكر عشان ما تلاقوش كده الكيكه بعد ما تستوي وشها بيكون ملزق. وده كده بيكون شكله. هفضيه بقى كده في الطبق. طبعا انا مستخدمتش فانيليا عاديه لان احنا حاطين بشر برتقال واصلا احنا مش حاطين بيض. وفي فانيليا بتكون بطعم البرتقال حلوه جدا برضو لو استخدمتوها. بنزل بقى بكل الكمية اللي في الخلاط ومنسيبش اي حاجة في الخلاط عشان المقدار كده يكون معانا مظبوط. ما شاء الله عايزة اقولكوا الريحة حلوة جدا جدا. بشر البرتقال وعصير البرتقال مدي ريحة بجد تحفة. هنزل بقى عليه بكل المقادير الجافة اللي احنا حضرناها مع بعض في اول الفيديو. والمضرب اليدوي هبتدي ان انا اقلب كده المقادير. طبعا واحنا بنقلب الكيك لازم نضرب في اتجاه واحد، يعني ما نروحش ونيجي كده في يمين وشمال. كمان حاجة تاني، لازم الكيك اول ما تلاقوا كده ان الدقيق اختفى وخلاص بقى الخليط ناعم ومفيهوش اي تكتلات، لازم نوقف تقليب على طول. لان كتر التقليب ده هيخلي الكيك معاكو يعمل عرق والكيكه كده تطلع معاكو ناشفه ومكتومه ومش حلوه. ناخد كده الجوانب عشان بيكون في دقيق على جوانب الحاجه اللي احنا بنقلب فيها العجينه. فلازم كده يكون المقدار معانا مظبوط. ما شاء الله المقدار حلو جدا جدا. بيكون كده في الاول تكتلات. استمروا في التقليب هتلاقوا الخليط كده بقى ناعم معاكم زي ما احنا مش شايفين كده. بصوا القوام زي بالظبط كده الكيكه العاديه اكنها بالظبط فيها البيض. العجينه بيكون القوام بتاعها كده مظبوط، يعني ما بيكونش تقيل قوي وكمان ما بيكونش خفيف قوي. هو المقدار مظبوط جدا جدا، يعني ما تزودوش اي حاجه ولا تنقصوا اي حاجه. بجد الريحه تحفه. وزي ما قلت لكم لو ضفتوا فانيليا بطعم البرتقال برضو بتخلي الطعم والريحه مش قادره اقول لكم بقى على جمالها. جربوا الكيكه دي بجد من احلى واجمل الكيكات اللي انتم ممكن تجربوها.
جبت بقى الصينية اللي حضرناها مع بعض كده في اول فيديو، وبنزل بكل كمية الكيك. شايفين الخليط وهو نازل عامل ازاي؟ محدش يصدق ابدا ان الكيكة دي معمولة كده من غير بيض ولا حليب. بس اهم حاجة كده بننزل بكل الكمية علشان نستفيد كده بكل حاجة ومنرميش اي حاجة. كده خلاص نزلت كل المقدار، بقعد باخل خشب او معلقة او سكينة اي حاجة، ببتدي ان انا اعمل الحركة ديت عشان لو في اي فراغات جوه الكيك تطلع وما يكونش فيه كده هوا جوه الكيك، وتكون المسام بتاعتها طالعة معانا مظبوطة. بعد كده هدخلها الفرن عشان تستوي، وهنشوفها بعد ما تستوي شكلها يكون عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، دي كده الكيكه بعد ما استوت معايا، وهقول لكم دلوقتي التسويه بتاعتها. بس الاول عايزه اوريكم قد ايه الكيكه هشه وخفيفه واسفنجيه جدا جدا، كمان واخده لون تحفه ومن غير بيض. حد يصدق بقى ان الكيكه دي مش محطوط لها ولا بيض ولا حليب؟ بالنسبه للتسويه انا بشغل الفرن قبلها ب5 دقايق على درجه حراره 180. لازم ندخل الكيكه فرن سخن، وبحطها على الشبكه اللي في النص وبسيبها من 40 ل45 دقيقه. ما تحاولوش تفتحوا عليها الفرن قبل كده علشان ما تلاقوش الكيكه هبطت معاكم. يعني من 40 دقيقه كده نبتدي ان احنا نبص عليها، لقيتوا الوش بتاعها احمر كده، ابتدي ان انتوا اطفوا الفرن وطلعوها. مش بنشغل لها الشوايه ولا اي حاجه، هي تاخد اللون التحفه ده كده لوحدها. ما شاء الله الكيكه هشه وخفيفه اسفنجيه جدا جدا، وارتفاعها ما شاء الله حلو قوي. يعني مش مستخدمين فيها بيض، لكن شايفين قد ايه كده مرتفعه. بعد ما بنطلعها بقى من الفرن بنسيبها تبرد تماما، بعد كده بنسلك الجوانب ونبتدي ان احنا نقلبها، تتقلب معاكم بكل سهوله. بس ما تحاولوش ان انتوا تقلبوا الكيكه غير لما تبرد علشان ما تلاقوش كده اتقطعت معاكم وهي سخنه. شايفين بقى الكيكه عامله ازاي؟ بجد تحفه، هشه وخفيفه، وباين وانا بقطعها قد ايه ان الكيكه هشه. محدش هيصدق ابدا ان الكيكه دي من غير بيض. طعمها حلو جدا جدا. الناس اللي بتشكي ان هي مش بتحب البيض بيكون في الكيكات وبيحسوا كده بطعمه، جربوا الكيكه دي. وبرده في ناس بيكون عندها حساسيه من البيض، فالكيكه دي هترضي كل الاذواق. وعلى فكره والله لو مفيش اي مشكله، يعني حتى لو بتحب البيض وما عندكيش اي مشكله ان انت تاكلي البيض في الكيكه، جربوا برضو الكيكه دي لان طعمها تحفه. بجد الكيكة دي جميلة جدا، من أحلى الكيكات اللي انتوا هتعملوها. البرتقان وبشر البرتقان كده موديها في حتة تانية خالص، لازم تجربوها. وبلاش تستخدموا أنواع البيكنج باودر اللي قلتلكوا عليها علشان تطلع معاكوا فاتحة زي اللي طالعة معايا كده بالظبط. أنا متأكدة إن شاء الله انتوا لو جربتوها تدعولي على الوصفة ديت. كمان تقدروا ان انتوا تحطوا كده من فوق صوص البرتقان او صوص شوكولاته زي ما انتوا حابين. انا كنت عملت معاكم نفس الكيكه السنه اللي فاتت، بس كنت حاطه لها صوص برتقان. بس النهارده حبيت ان انا اعملها من غير اي صوص عشان اي حد كده مبتدئ او اول مره يدخل المطبخ يقدر يعملها بكل سهوله، وما تكونش كده فيها اي حاجه صعبه. وهي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. اتمنى لو بتشوفوا قناتي لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل، وما تنسوش اللايك وشيروا بقى الفيديو لكل حبايبكم، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.